صلى على محمد وآل محمد. اليوم احنا بضيافة عمنا الشيخ سعدون غلام علي عبد الكريم الجوي الشيخ وبخت بني لام العام. ان شاء الله هذا مضيف البخت، وان شاء الله اخوتنا وعمامنا بني لام هي فخر واسم كريم وناس كرماء، ونحمد الله ونشكره. هذا المضيف اللي اذا تحضر به هاي الناس واذا صادف الطلبه صارفت شيء فيكون مضيف ستر، مضيف بخت لكل العشائر، واضافه الى بيلام عموم وقبائل بيلام عامه. يقول احد الاخوان بيلام اسمه ابن هدمول، هذا راح سافر لغير منطقة فيعتز باللامية مالته. ليش؟ لأن بيلام اسم قوي، اسم مو سهل، اسم تاريخ. فسألوه قالوا له أنت منين؟ قال لهم أنا الجندي لأهل الهضم من لام، تعرفون عربي الأصل من لام، ابعدوا علي ابعدوا عني هلي، انكروا هلي ظل القلب مالوم، ابعدوا عني ولا سألوا علي. فبني لام حقيقة وين ما تروح فخر واسم مبارك الجميع العشائر. وشوف بني لام مصدرة كل العشائر بالعراق من تاريخ الثورات، من زمن العثمانيين كان الله يرحمه عمامنا الشيخ جوي الشيخ غضبان البنية، إضافة توصل إلى من بعد العثمانيين الاحتلال البريطاني هم كان لهم دور كبير بني لام. من بعد الاحتلال البريطاني في زمن الحكومات كانت إذا مثلا لهم دور إذا صار في الظلم أو صار في شيء فكان هم بني لام هم المصدرين رقم واحد. وبني لام مشايخهم الشيخ سعدون اليوم هو رمز من رموز بني لام حقيقة، ونحمد الله والشكر على هذا الاسم المبارك. وبعد احنا نريد من عمنا الشيخ سعدون هم يسولف لنا عن التسامح، ويسمون بني لام وساعة ثناية. ليش سموه مساعة ثناية؟ أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة اللي جايين من البصرة ومن المدينة اللي هم عمامنا وأخوتنا الأعزاء، وإحنا مشتاقين لهم وبدنا دائما أن يوصلون ويلتقون بينا ونناقش الأمور الاجتماعية والوضع الحالي ووضعهم العشائري وعلاقاتهم ببقية العشائر في مناطقهم. والحقيقة هذا فشي مفرح أن نلتقي على الخير والبركة في كل الأمور ونحل مشاكلهم إذا أكو مشكلة. إن شاء الله ندعو من الله. قبيلة حقيقة ترجع إلى طي، والعرب يقول لكل امرئ عذر ولا عذر لطائي بخيل. فهن يقولون الكرم والمرجلة يا ناس عودي، وعليك الله يا سنة الخير عودي، أنا شلي بالورق لو ذبل عودي. بعد والله الورق يرتعد لي يرجع إلي. الحقيقة بني لام من هالمنطلق يكونون وساعة الثنايا مسامحين في كل المواقف، مسامحين في حلول المشاكل. اللي عنده قضية يومهم يعتبرها بسيطة وخلصانة، ما يدورون بس المادة، أهم شيء يدورون الاسم والصوت العالي، وهو هاي سماتهم يعني. فلذلك سموهم وساعة الثنايا، لأن حتى جيرانهم الناس تتعايش وياهم من بقية القبائل. يعني احنا يقولون اللي يطب بيوتنا ينحسب منه، يعني حتى إذا واحد من غير حمولة من غير عربان يجي ينزل وياهم ويرجع بعد هذا يصير واحد من يومهم. فنتيجة هالتسامح وهالوضع يطلق عليهم وساعة الثنايا. وشكرا. الله يسلمك شيخ، جزاك الله خير منك، بارك الله بيك. والله حقيقة شيخ احنا اليوم شوفتك تثلج القلب. احنا كل ما نجي هم ما نلقاك، يمكن مرتين جيت وما لقيتك. نحمد الله والشكر وجزاك الله الف خير الجزاء. نتذكر شيء من اسم وتاريخ بني لام زمن الشيخ غضبان البنية رحمة الله على روحه. من راد يسافر وضايقوا البريطانيين،
فقال عيب اسكن بديرة هضم وتراك، وحرمة نومة ويمطوق، وتراك اي درافج العجمان، وتراك شجاع ولا تمر عليه عيلة علي. وداه الشيخ بدر الرميض. بدر الرميض عرف منها تاريخ بيلام واسم بيلام، فرد عليه قال له ولا تراك. يقول الشيخ بدر الرميض قال حرامات هذه يروح تاريخها، ليش بيلام اسم هم رقم واحد بالثورة ضد البريطانيين، وبنفس الوقت مضايقين البريطانيين ما مخليهم يرتاحون. فقال له يعز من سرسحب طبعه ولا تراك، حرب الدار ما ملت ولا تراك، ذبحنا من الكفر 100 ولا تراك، تعال وشوف حد شلون فيه. قال تعال يمي. فشيخ غضبان هم بعدين عزت نفسه الى ان مسكوه. فلذلك بيلام هم تاريخ، ونحمد الله ونشكره على هذا الاسم المبارك، وان شاء الله طولة العمر عمي الشيخ سعدون وكل عمامنا واخوتنا بيلام. الله يسلمك ويحفظك وجزاكم الله الف خير، ومشكورين كل الشكر ويجزي الانسان عن شكركم. بارك الله بكم.